شويه هيقولوا لك اتمرن الصبح، وشويه هيقولوا لك اتمرن بالليل، وشويه التانيين يقول لك اتمرن قبل الاكل، وشويه غيرهم يقول لك اتمرن بعد الاكل. تعالى بقى انا هقول لك ايه احسن وقت تتمرن فيه، مش عشان انا جامد ولا الفرود اللي في المدربين، انا عشان مريت بتجارب مع العملاء بتوعي ووصلنا لنتيجه كويسه. فانا اللي هقول لك تعالى اتمرن الصبح ولا تعالى اتمرن بالليل ولا بعد الظهر. خليني اقول لك الاول ظروف شغلك ايه، ظروف بيتك ايه، حياتك ازاي، مقسم وجباتك ازاي. لازم تبقى انت مرتب اولوياتك ومرتب يومك، وتعالى في الوقت المناسب ليك. يعني انت واحد شغلك بالليل مثلا العصر او بعد الظهر او ايا كان وقته ايه، اكيد هتيجي تتمرن الصبح عشان ظروف شغلك بتقول لك كده. طيب لو انا واحد بشتغل من الصبح وبنزل شغلي الساعه 6 7، ما هو اكيد مش هلحق اجي الجيم بدري، فاكيد هاجي بعد العصر، واكيد مش هاجي على طول بعد العصر، اكيد هروح ارتاح شويه وبعد كده هاكل وبعد كده هاجي التمرين. جسمك بقى مش هيقول لك استجيب الصبح وما يستجيبش بالليل، ولا التستوستيرون عالي الصبح والتستوستيرون واطي بالليل، لا، انت طبيعه اكلك، الفيتامينز، النوم، التمرين، الحاجات دي كلها عوامل بتفرق معاك. طيب لو انت متاح معاك تتمرن الصبح ومتاح معاك تتمرن بالليل، اكتب لي في الكومنتس يومك ماشي ازاي وترتيبه عامل ايه، وانا هقول لك احسن وقت تتمرن فيه.